انه يشوفوا او يسمعوا بيغني من جديد، وتفاصيل بنعرفها من مراسل ايتي بالعربي إلي نخلة الموجود في باريس. سعد المجرد بيصدر أغنية جديدة خلال أيام. هيدا هو الخبر اللي كشف لي عنه كريم أبياغي وكيل أعمال سعد، ولكن ما رح يقدر يغنيها بولا أي حفل، كون التحقيق بعد ما انتهى وممكن يستمر لحوالي الشهرين أو أكثر. ولكن بهالفترة سعد رح يقدر يتواصل مع جمهوره عبر السوشيال ميديا بعد ما حصل على إذن خاص من النيابة العامة، ولكن ممنوع عليه أي لقاء تلفزيوني أو إذاعي. أما بالنسبة للجوائز المرشح لها بالميونخ ستور أو بالداف ماما، ففي حال فوز سعد بأحد هالجوائز ممكن يوجه كلمة للجمهور اللي صوت له، ولكن ما رح يقدر يحضر أي حفل كون ممنوع عليه مغادرة الأراضي الفرنسية. وكريم أبياغي نشر بوست جمعه مع سعد والدكتور مجد ناجي، وهذا كان الظهور الأول لسعد من بعد خروجه من السجن. الخبر طبعا فرح كل أصدقائه من المشاهير اللي عبروا عن هالشيء على السوشيال ميديا. وإلي نخلة التقى بسعد امبارح ورح يخبرنا عن الأجواء. حوالي الساعة 3 بعد الظهر من يوم السبت التقيت هون بسعد جنب نهر السان، والترحيب كان كثير كبير مثل كل مرة كنا نلتقي، وشكر ايتي بالعربي على الموضوعية اللي تداول فيها كل اللي صار معه بعيدا عن الإشاعات اللي تحدثت عنها الصحافة. وهيدا ايضا كان راي والدته ووالده اللي بدا التاثر عليهم، والعناق كان الشيء الاساسي اللي جمعهم خلال الجلسه هون على نهر السان اللي استمرت لحوالي الساعه. اما النجوم فغير انهم عبروا عن فرحتهم بخروج سعد على السوشيال ميديا، الكتار اتصلوا فيه مثل اصاله، من حمزين، زياد برجي، يوسف حرب وغيره. بدوره سعد ما نسي كل النجوم والاصدقاء اللي وقفوا حده خلال وجوده بالسجن، فاتصل باحلام وهي عبرت عن فرحتها من خلال بوست نشرته على السوشيال ميديا. وفي ناس حبوا يجوا على فرنسا حتى يكونوا معه، فغير دكتور مجد ناجي وكريم ابياغي وصل الى باريس الفنانه حكمت ومصمم الازياء وشمه. وحكمت وعصام من الناس اللي ما تركوا اهله طوال الفتره الماضيه وكانوا داعمين ليهم، واحنا سالناهم عن شعورهم بهاليوم. اعطيه العسل. خليه اعطيه العسل. كلمة سعد المشهورة هذه كانت أول شيء قالوا لصديقه عصام. كانت نكتة. كانت فرحة بصراحة، كانت ما نعرفش ما نقدرش نوصفها لك لأن الفرحة كانت كبيرة. أكيد بيصعب وصف هاللحظة بعد تعب 6 شهور.